تعالى في الفيديو ده اما اقولك على اهم الحاجات اللي تاخد بالك منها وانت بتصمم الجدول التدريبي بتاعك. وقبل ما اقولك عليها ما تنساش تصلي على النبي. هكلمك عن مبدأ مهم جدا وهو الاس اف ار، الستيمولس تو فاتيك ريشيو. يعني التمرين دوت هيديني ارهاق قد ايه في مقابل ان هو هيعمل لي تحفيز لبناء العضلات. يعني لو خدناها بمثال بسيط جدا في تمرين الانكلاين دمبل بريس، انا هنا عملت مجهود كبير في ان انا رفعته برجلي. الحاجة التانية ان كتفي عمل مجهود اكبر علشان يعرف يرفع الدمبل دوت. وانا هنا في التمرين دوت اقدر اوصل للفشل العضلي واحقق معادله الميكانيكال تنشن المهمه جدا لبناء العضلات. بس للاسف التمرين دوت في الحاله ديت مش هيكون امان، لان انا ممكن انزل بالوزن ومعرفش اطلع بيه تاني. في حين ان احنا لو جينا على الماشين بريس بيكون الموضوع احسن بكتير وامان ليا، واقدر اوصل بيها لنفس الفشل العضلي دوت واحقق نفس الميكانيكال تنشن، وكتفي ساعتها هيكون عمل مجهود اقل علشان يطلع بالوزن من البدايه. فمن هنا اقدر اقول لك ان المبدا دوت مهم جدا علشان تعرف تختار المجاميع المناسبه لعضلات الكتف على حسب المجهود اللي هي عملته في التمرينين دول. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل سيف وتتابعني علشان يوصل لك كل فيديو جديد. وقول الفيديو اللي جاي تحب يكون عن ايه.